اهلا بيكم في مقارنة احسن طبق كشري في مصر. والكشري اساسه مصري وهي اكتر اكلة الشعب المصري بياكلها. معانا السيد حنفي في المقارنة دي. توم اند بصل كشري التحرير وابو مازن ابن منطقتي، والمكان ده انا بحب فيه الكشري عشان كده جبته في المقارنة بجد، مش عشان اي حاجة ولا هو اعلان ولا اي حاجة. وتعالوا نسمي الله ونبتدي بابن منطقتي. طلبنا علبة كشري ب 50 جنيه والتوصيل 18 جنيه من منطقة جمال عبد الناصر جسر السويس لحد ما جالنا هنا شيراتون مصر الجديدة. كيس صلصة، ورقة فيها الطبق نفسه، طبق كشري كبير ب 50 جنيه، واتنين دقة، واحدة شطة ودي شطة معرفش ايه دي شطة ايه ودي شطة ايه انا مش عارف، ومعلقة. ومنظر علبة ب 50 جنيه منظرها حلو. تعالوا نسمي الله ونوزنها يا حاج ياسر. صاحب المحل اسمه الحاج ياسر، راجل محترم في منطقتنا. 660 جرام من مطعم شيرين بزون. بنحييك يا حاج ياسر. هو اصلا ما يعرفنيش، يعني عشان ما تقولوش انت بتعمل له اعلان، هو ما يعرفنيش اصلا. ممكن يكون بيتفرج على فيديوهاته بس ما يعرفنيش ان انا جاره، ما يعرفش اي حاجه. ما علينا من القصه بتاعتنا الحمضانه. انا عارف ان ما يهمكوش الكلام ده كله، هيهمكم ان عايز اوريكم ان الطبق الكشري اللي انا بجيبه من عنده ده عظيم. أنا عندي فكره كده في الكشري، انك لو حطيت الشطه مش كتير وتيجي تدلق الدقه من فوقيها، قال ايه يعني الشطه كده هتبرد، كده الشطه ما عرفتكش، فاهم؟ كده الشطه ايه. انا اصلا ما بحبش الكشري بشطه كتير، ولكن الدقه وايه بحب نص ليمونه. هنا في غلطه ان هو مش باعت نص الليمونه، ولكن انا بحب لون التقليه اللي يبقى فاتح قوي، ما يبقاش التقليه الغامقه بحسها تبقى مرره، ولو فاتحه بحسها تبقى مسكره اكتر. انا بحب الاماكن اللي تعمل التقليه. يلا ما علينا، دي مكان الكشري مش عايز اطول، سمي الله. والكشري المصري يتكون من 8 اصناف. تاني ده الحب ده. بص كميه التقليه اللي طالعه في المعلقه الواحده بعد ما قلبناه. انا احب كده، احب طبق الكشري مليان تقليه. الكشري صايع قوي وبريميوم، يعني صايع وبريميوم الاتنين مع بعض. في كشري تحس ان هو ايه بيتي شويه، تحس ان هو هادي كده مش صايع. ده حرش وطعمه يعني بريميوم وحرش الاتنين مع بعض. ما انا مش كده يا ابو مازن، مش عشان هو جاري ولا عشان اي حاجه، انا فعلا بحب الكشري بتاعه. ولما قالوا لي اعمل مقارنه الكشري قلت طب انا هجيبه بقى بما ان انا بحبه. والسيد حنفي اللي بيوصل لنا من فرع مدينه نصر لحد شيراتون، وتكلفه التوصيل 27 جنيه، والعلبه ام 50 عنده ب 55 جنيه. والمنظر حاجات اللي جايه مع العلبه: تقليه، صلصه تغليف يحترم، نفس الشطه ونفس كيسين الدقه، ومعلقه. وبيحط هنا كان يعني معرفش ليه بطل يعملها، كانت هنا دي بتبقى سكوتش. انا كنت بحب اكل الكشري من عنده عشان اخد السكوتشيه، حطها وبقت شيكلز. اداره سيد حنفي ارجعوا كما كنتوا، كانت احلى بكتير. دي اصلا لا بتدي طعم ولا بتبان ان انا اكلتها. انا عايز 5 من دول عشان يسدوا معايا. والميزه الجميله اللي في السيد حنفي ان الراجل ده بيحط نص ليمونه. النص ليمونه بالنسبه لي عيش يا جماعه، عيش. انا من اكل الكشري بنص ليمونه، انا بالنسبه لي اهم من الدقه النص ليمونه دي. وهنحط له تقليته عشان احنا هناك وزننا بالتقليه 160 جرام، يعني فرق حوالي 100 جرام في العلبه. هنا اغلى 5 جنيه واقل 100 جرام. ولكن عايز اقول لكم ريحه الصلصه اللي اتفتحت مجرمه. وهنحط نفس نسبه الشطه، ولكن هنا كيس زيت. يعني ابو مازن كان حاطط كيس عادي نايلون زيت، واللي في التغليف شطه عاديه. هنا حاطين الشطه زيت على طول. وطبعا نحط الفكره بتاعتي العبيطه اللي هو ايه، لو انت حطيت الدقه فوق الشطه قال ايه الشطه كده يعني ايه مش هتبقى شطه. انت عارفين ان البالانس يختلف طعمه، ان هم لو كتروا الرز عن المكرونه فعلا طعم الكشري يختلف. انا بقى من عشاق الرز اكتر من المكرونه في الكشري. طيب انا لاحظت حاجه، ملاحظ ان العدس قليل قوي. يعني العدس قليل عن الكشري اللي فات. الكشري اللي فات اللي انا اكلته كان طعم العدس واضح، هنا طعم العدس قليل شويه. حرش 25%، بريميوم 75%. هناك ابو مازن واخد البالانس 50 و50. مش بقول كده ان انا بشجع ابو مازن، انت لو بتحب كشري بريميوم ده احسن لك، ما تجيبش اصلا من ابو مازن، هو اصلا بيوصل تقريبا مصر الجديده والحتت دي. ونسمي الله ونخش على اللي بعده. تالت واحد التحرير، ويمكن اقدامهم هو والسيد حنفي لان دول قدام قوي. علبه ب 50 و13 توصيل وضريبه مش عارفه ايه، المهم ان في الاخر ب 65 جنيه. وهو ده المنظر اللي هيجي لك: معلقه وكيس دقه واحد وكيس شطه واحد وكيس تقليه. تعال نفتح كده. كميه حمص ايه، سلم لي على القولون.
انا عارف ان لو كلت العلبه دي لوحدي الدنيا هتخرب. ايه ده؟ حمص كتير قوي. زود شطه مع العدس دوت وسلم لي على القولون. احنا في شتاء عيب كده. قد ايه بقى؟ 570. زود شويه ايه ده؟ التقليه هنا مفتفته قوي، مفتفته قوي قوي يعني. وحاسس ان الكيس ده صغير عليها، انا بحب التقليه كتير. فلا انا هنا كده كام، يعني يعتبر هو نفس نظام السيد حنفي في الكميه. في مشكله مقابلاني في جميع محلات الكشري، ان ده التغليف ده يا جماعه حلو وشيك، ولكن انا مش بعرف افتحه غير ببقي وحاجه مقززه. فانا عشان المقارنه جبت مقص اصلا وقعدت اعمل كده. فلا، التغليف ده مش حلو عندكم كلكم. بعد اذنكم غيروا التغليف دوت، حطوها في كيس بلاستيك عادي. الدقه ما بتبقاش سخنه، مش لازم تبقى سخنه وانتوا بتعبوها. وهنا لون الصلصه غريب شويه، صح؟ حاسس في الكاميرا ولا انا عيني المجرده دي هي اللي بيتهيألي؟ طيب هندي نفس البالانس بتاع الشطه. هنا الشطه بردك لونها غريب. ايه، مش هنجيب دقه من بره. يلا يلا بسم الله. قلب 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 كده، مكس. وكميه العدس هنا كتيره. انا حاسس المنظر بقى حلو من فوق، بقى منظرها لذيذ. ده بريميوم قوي، بريميوم قوي. طعم الصلصه مسكر شويه، وفي تيست ايه، عارف انت، حاجه حلوه كده. ماشي مفيش كلام، حلو. ولكن انا لا احب العدس كتير ولا احب الحمص كتير، عشان راجل عندي قولون وده بالنسبه لي صعب. هوريكم الثلاث علب في الاخر بردك، او الاربع علب في الاخر، وانتوا تفهموا اللي انا بقوله. انا ما طلبتش من حد حاجه زياده، والاوردر مش انا طالبه. قلت لك كله عم بقى، مش عايز اطول المقارنه. خش على اللي بعده. ده ياخد بالنسبه لي بريميوم 100%، حرش 0%. الغريب بالنسبه لي توم اند بصل. العلبه ب 45 و23 جنيه توصيل. انتوا عارفين توم اند بصل فين؟ في الشارع اللي ورايا. يعني انا خدمتكم وجبتكم معايا في المقارنه وقدرت جيراني. تيجي انت تاخد مني 23 جنيه توصيل؟ اداره توم اند بصل ابعتوا لي 23 جنيه بتوعي. ده الكلام اللي انا كنت بقوله، ان هنا التقليه ساعات في اماكن بتبقى غامقه. هنا التقليه غامقه، ولكن برضك يحترم لان باعت نص ليمونه. ايه يا سوري يا عم، النص ليمونه اتحل طبق الكشري. تعالوا نوزنه. طبق الكشري هنا 617. يعني ابن منطقتي هو الراجل ابو مازن، حاج ياسر، اكتر كميه، راجل كريم، احنا ناس كرمه. ولسه بتكلم على التغليف، انا كده فتحتها اهو، كده خلصت. المفروض بقى ايه؟ اعمل ايه انا عشان افتح دي؟ اعمل ايه؟ لون الصلصه هنا فاتح، ولكن نحط شويه الشطه الجمال وقلب البالانس في بعضه. وبعد ما مكسنا، عايز اقول لكم ان لون الصلصه هنا مايل لان زي ما يكون مزودين عليها كاتشب. هل تعلم يا صديقي ان هاني فود بيحط كيسين كاتشب على الكشري قبل ما ياكله؟ يعني عارف ان انت استغربت دلوقتي، صح؟ انا اصلا ساعات احب اجيب شويه كاتشب مع الصلصه واقلبهم واكل الكشري. دماغ كل واحد ليه حوار يعني في الاكل. مره كمان، هنا العدس كتير سنه، حمص قليل شويتين، وطعمها حلو قوي. طعمها، عارف، طعم صلصه. تحس ان فيه صلصه بتاعت القديمه، عارف محلات المكرونه بتاعت زمان دي، طعم الصلصه بتاعتهم اللي هي بتبقى فيها سنه سكر كده، بس هم متقللين فيها تقليه نفسها. طيب ياخد كام بريميوم؟ ياخد كام حرش؟ انا حاسس ان ده يعني ايه، 35 حرش على 65 بريميوم. ده بالانس غريب، انا مش عارف احكم عليه. لان اصلا انت لو حاسس ان هتحس ان هي كمان بالنسبه لي لونها غريب. صحيح ان التقليه مغامقه سنه، بس طعمها حلو قوي، طعمها حلو قوي 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 يعني. نجيب الاربع علب جنب بعض. وزي ما كنت بتكلم، بص هنا الصلصه لونها برتقاني قوي، يعني تحس ان هنا، عارف، الصلصه واخده حقها، واخده ثابته حضور. هنا الصلصه مش ثابته حضور، ولكن طعمها حرش وجميل. هنا العدس كتير قوي والحمص كتير قوي، فده صعب للقولون، ولكن بريميوم 100%. هنا التقليه كتير، وده انا بحبه، وبحب طعم التقليه اصلا بتاعتهم. ده ابو مازن اصلا الفرعين اللي عنده في الحرفيين ومنطقه جمال عبد الناصر. ما اعرفش بيوصل بقيه مصر جوه ولا لا، لكن هو بيوصل شيراتون طبيعي جدا من غير ما يعرفنا ولا اي حاجه. وبامانه الله ما حد يعرف من الاربعه ان احنا عاملين مقارنه خالص. طلبت بامانه الله كله زي بعضه. اختار العلبه اللي تعجبك. انا بالنسبه لي بحب السيد حنفي قوي، وبحب ابو مازن قوي. التحرير عشان القولون لو قللوا حمص اقدر اكله. وهنا طعم الصلصه مايله سنه، ان هم تقريبا مدينها كاتشب كرة، عارف الصلصه بتاعت زمان بتاعت المكرونه. وفي الاخر الاربعه حلوين، الاربعه حلوين. الاربعه بالي في اي مكان هجيبهم، ولكن لو بالنسبه لي دول اقرب هجيب دول.
وهتبسط. كانوا معاكم هاني فود. اكتب لي نفسك نعمل مكرونات ايه، وكل اللي نفسك فيه هنعمله، ونعمل حلقه كمان للكشري. ولو في ناس انتوا بتحبوهم وواثقين ان الكشري بتاعهم 10 من 10، سلام.